ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء. لو لسه اول مره بتشوفوني انزلوا اعملوا سبسكرايب، اشتراك، العلامه الحمراء اللي جنب الاسم، وكمان فعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو بينزل في القناه. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو ده. هتكلم معاكم عن مفضلاتي للمرطبات بتاعه الشفايف والتنت والميك اب والمسكره اللي هي الحاجات بتاعه الميك اب والمانيكير وكده. طبعا الفيديو اللي فات طول مننا جدا فمعرفتش ان انا احط معاه المفضلات دي، وقلت ان انا اعمل له كده فيديو لوحده. فالفيديو ده مش هيبقى طويل لان انا ماليش في الميك اب قد كده، في حاجات كده جربتها من الميك اب حاجات بسيطه فهشاركها معاكم. بس كده ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه. يلا بينا نبدا في الفيديو مع بعض. ودي المفضلات اللي انا هتكلم معاكم فيها. هتكلم معاكم الاول عن مرطبات الشفايف، ودي 4 انواع انا مجرباهم من فتره قريبه، وجربت طبعا انواع كتير قبل كده بس بصراحه مش لاقي العبوات بتاعتهم. دي اسمها روزانا، دي مصريه، اللي هي بالفراوله كده ولونها احمر طبعا خلصانه. ودي اللي هي تشاو دي اكتر نوع بحبه بجد، وريحتها تحفه. اللي هي كنت جايبه اللي هي باللاتيه دي، وكان عندي واحده قبل كده بالتوت كان لونها موف. واللي هي التانكو ديت اللي هي المرطبات الكوريه تحفه 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 ونينجا بجد. اللي هو بالدونتس ده كنت جايبه اللي بالدونتس، ولسه جايبه اللي بالبطيخ. الدونتس اهي، هما بيدوا لون للشفايف كده بينك كده او احمر هادي. ودي اللي هي بالبطيخ لسه جايباها، من الحاجات التحفه قوي. نتكلم بقى عن انواع المسكرة اللي انا جربتها وحبيتها. بصوا المسكرة دي اللي هي الشفافة دي موجودة في كل مكان، كان سعرها 15 جنيه. مش عارفة اسمها، هدى مات مي اسمها كده، حلوة يعني شفافة كده بتثبت بس الحواجب، وكنت برفع بيها رموشي. والمسكرة دي اللي حبيتها قوي واستخدمتها برضو في السنة اللي فاتت، كانت المسكرة اللي هي 3 in 1 دي بتاعت مية سينما، حلوة قوي، والفرشة بتاعتها بجد حلوة قوي. بصوا، وكمان المسكرة دي اللي انا لسه جايباها مؤخرا بقالها كام شهر كده، بجد حلوة قوي. الاصدار الاخير بتاعت بتاعت MN، في نوعية كده بيقولوا عليها لونها ذهبي بس في ناس مش بتشكر فيها، بس المسكرة دي حلوة حلوة بجد. بصوا بجد حلوة قوي، سوادها فحمي في نفس الوقت بتبقى ثابته كده على الرموش ومش بتبهدل الدنيا. وطبعا من مفضلاتي برضو المسكرة بتاعت MN دي، من الحاجات الحلوة، وكنت عاملة فيديو عنها قوي، كان سعرها تقريبا 20 جنيه كده، كانت فاضية، سعر رخيص. دلوقتي طبعا المسكرة اللي هي بتاعت مية سينما انا كنت جايباها من فترة طويلة كذا شهر ب35 جنيه، والمسكرة اللي هي بتاعت MN دي انا كنت جايباها برضو من كام شهر ب60 جنيه. نتكلم بقى عن المانيكير بتاع كيكو، حلو قوي، وده اسمه جنى، كان اللون الدرجات اللي هي النوت دي. وكمان اللي هو كاترس برضو من الحاجات الحلوة في المانيكير، حلوة وبتتشال كمان بسهولة ومش بيشقق ضوافرك ولا اي حاجة. واخر نوع طبعا اللي انا حاطه منه دلوقتي ده اللي هو بتاع فلومار اهو، حلوة قوي، لونه تحفة وبيلمع لسه. اللاينر ده كمان حلو، من الحاجات بقى بتاعت الميك اب. اللاينر ده مش فاكرة اسمه ايه، اسمه لابونيتا تشيكا حاجة كده. بصوا هو ده حلو جدا، والفرشة بتاعته اللي هي دي يعني كويسة، يعني بترسم كده بسهولة، يعني مش بيبهدل الدنيا. واللاينر ده كان سعره تقريبا 10 جنيه او 15 جنيه برضو. هو على فكرة هو النوع ده، بس ده اللي هو بفيتامين سي، وده الاسود ده كنت واخداه من واحده صاحبتي وجارتي بقى اتجوزت، يعني ربنا يسعدها يا رب. حلوه قوي عشان كنت حطيت مره منه في فرح بنت عمتي وكان تحفه، ما كنتش اعرف ان هو زي ده، بس ده زيه برضو، اسمه هو صيني بس حلو برضو، عامل كده. فجيبوه بجد حلو. وكمان نتكلم بقى على التنت ده، انا لسه جايباه برضو من شهر 6 تقريبا، اسمه شيل زايا. بصوا مش عارفه صناعته ايه الصراحه،
مات ليب جلوس. هو بينفع يتحط على الشفايف وعلى الخدود، بس هو الصراحه مش هكدب عليكم مش ثابت قوي، اللي انا بعمله في البيت ثابت عنه. بس كان في نوع قبل ده كنت جايباه، كنت عامله عنه فيديو قبل كده، او كنت اتكلمت عنه في منتجات يعني، كان حلو قوي بجد. نتكلم بقى على انواع الكحل. انا ماليش بقى في المنتجات الميك اب، يعني ما عنديش فاونديشن ولا عندي كونسيلر ولا الحاجات التانية دي. نوع الكحل ده المفضل بالنسبه لي، حلو قوي. بصوا بيرسم بسهوله وفي نفس الوقت مش بيسيح، وحلو جدا. وده برضو اللي هو زي قلم تحديد كده، برضو ده اسود، بس ده كنت بستخدمه كده لاملى بيه الفراغات اللي هي في حواجبي، عشان مش بحب ارسم حواجبي. كمان هتكلم معاكم عن الاسيتون ده، او مزيل المانيكير ده، انا بحبه قوي، اسمه فيرا او فينا حاجه كده. لو لقيتوه بجد هاتوه، من اول ما بتمشوا القطنه كده بيشيل المانيكير كويس قوي. نتكلم بقى عن الليب جلوس. الليب جلوس ده بتاع كيكو، اسمه كيكو ميلانو، بس طبعا ده تقليد مش حاجه كبيره واو يعني. كنت جايباه تقريبا ب15 او ب20 جنيه. بيدي لمعه حلوه للشفايف، بس بصراحه عايز يتجدد كده كل فتره. بس بصراحه ده احلى منه، اللي هو بتاع بريتي وومن، بس ده ليب اويل، بيبقى زي زيت كده، جلوس زيت كده، بيدي لمعه حلوه للشفايف وكمان ترطيب. واللون ده بصراحه فاتح عليا، ما حبيتوش على شفايفي، فبستخدمه بلاشر او زي تنت كده، فهو حلو قوي. اللي هو الليبستيك ده من بريتي وومن، اللون بتاعه من الدرجات اللي هي النوت كده، يعني زي نوت بينك. بصراحة حلو قوي وحبيته، كنت بنزل بيه بالنهار عشان هو بيدي ترطيب، ما بيشققش الشفايف، وبيدي لون كده حلو هادي، فمش بحب الالوانات اللي هي احمر مثلا وكلام من ده بالنهار، فكنت بحب احطه عشان هو هادي كده. وبرده اللي بعد كده برده من بريتي وومن، انا بحب بصراحة المنتجات اللي هي بتاعت بريتي وومن وام ان، حلوين قوي. الدرجة دي كانت 05 ليب جلوس. يعني بصوا هو كان مط بصراحه، ما كانش هو النوع ده كان مط بصراحه، ما كانش ليب جلوس خالص، هو اللي مكتوب عليه ليب جلوس. وده بتاع ساندرا، ده برضو من الدرجات اللي هي النود، هو طلع فاتح شويه على شفايفي بس برضو حلو. برضو نستخدمه لما انا مش ببقى عايزه احط حاجه على شفايفي تبقى باينه قوي او احمر او كده. بس كده، وهي دي كل المنتجات بتاعتنا. اشوفكم على خير في الفيديوهات اللي بعد كده، ومفضلاتي برضو للعناية بالشعر والجسم. وطبعا اي حد محتاج يسأل عن اي حاجة كلموني في التعليقات، سيبولي تعليقات حلوة منكم، واللي جرب حاجة من دي يقولي ايه رأيه فيها، سواء السكين كير والمرطبات والحاجات بقى اللي بنستخدمها على شفايفنا، الارواج، الكحل، الليب لاين او اللاينر، وكمان المانيكير، مزيل المانيكير، الماسكارا، وكل الحاجات دي. اوعوا تنسوا تعملوا لي اشتراك في القناة. اشوفكم على خير فيديو جديد، باي باي.